السلام عليكم احلى متتبعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير في الاطار ديال الوصفات الاقتصاديه والسهله والخفيفه اللي كيحب كل واحد في هذا الجو ديال الصيف. يعني جبت لكم هذه الوصفه خفيفه وظريفه. هنا في مقيله ديالي خديت الفلفله والبصله كما كتلاحظوا معايا، واحد الحبه بصله كبيره وواحد الحبه ديال الفلفله، ضفت عليهم ملحه وغادي نحطهم حتى يتشحروا مزيان ولا ياخذوا لنا داك اللون الذهبي. كما كتلاحظوا معايا هي نزلات البصله والفلفله. غادي نضيف عليهم قطع ديال الدجاج. انا هنا خديت واحد الصدر ديال الدجاج قطعته قطع صغار. نضيف عليه كذلك قليل من الملح، حيت كنت ديجا درت الملح في الاول. درت عليه شويه سكينجبير، شويه ديال الفلفل الاحمر، شويه ديال الابزار، وشويه ديال الثوم غادره مجفف، او الا ما كانتش تقدروا تستغنوا عليها. شويه الزعتر، وغادي نشحر العناصر مزيان حتى يطيب لي الدجاج. غادي ناخذ عليهم واحد شويه ديال صلصه الطبخ، ولا تقدروا تعوضوها بصلصه البيشاميل اللي متوفر عندكم. وغادي نشحرها مع الدجاج حتى هي مزيان. وهنا البطاطا ديالي كانت تسلقات لي، غادي ندوز المعسه مزيان بهذه الطريقه. هاد الوصفه كتجي بنينه يا سلام. غادي نضيف عليها الجبن، اما الجبن هذا اما المثلث اللي متوفر عندكم. وغادي نضيف كذلك الملح والفلفل الاحمر، شويه ديال الابزار، وغادي نضيف شويه ديال القزبر مقطع. وغادي نخلط العناصر مع بعضياتها مزيان هكا حتى تنسجم لي ديك البطاطا مع التوابل. هنا غادي ناخذ واحد شويه د الماء اللي غادي ندهن به يدي، وغادي نشكل كويرات من هاد البطاطا متوسطين الحجم. وغادي نستمر في هاد العمليه حتى نشكل هذيك الكويرات كاملين. غادي نحطهم في المول اللي غادي يدخل الفران. هنا كنجيب الكاس ديالي وكنحاول نتكي على ديك البطاطا ديالي. الكاس دهنوه بشويه د الماء باش ما تلصق لكمش فيه البطاطا. غير كنساعد في الاول، بعد كنكمل بيدي كما كتلاحظوا معايا. وغادي نشكلهم بهذه الطريقه كاملين حتى نشكل هذيك البطاطا اللي عندي كامله. كما قلت لكم هاد الوصفه كتجي فنه غزاله، ما نقدرش نوصف لكم كيفاش كتجي. يعني احسن جربوها، وخصوصا في الصيف كيبغي الواحد الوصفات مزيونين هكا خفيفين. هنا ملي شكلت القطع ديالي غادي نجيب الحشوه اللي طيبتها ديال الدجاج والفلفل والبصله، وغادي نعمر بهم هاد البطاطا بهذه الطريقه. غادي نضيف عليهم الجبن مبشور، الا ما كانش تقدروا تستغناو عليه، تقدروا ديروا صلصه البيشاميل يعني اللي متوفر عندكم، وندخلها الفرن حتى تغاتينا مزيان اخذت لنا هذا اللون الذهبي. وهذا هي الوصفه ديال اليوم، خفيفه ظريفه. وشكرا على المشاهده.